بسرعه كده تعالى اقول لك بعض اخبار نادي الزمالك، اخبار تهم كل الزملكاويه. اول خبر عندنا عدي الدباغ هيخضع لفحص طبي، بعدين ان شاء الله هيعمل جلسه تصوير البروم بتاع التقديم بتاعه. الراجل مضى عقد 4 سنين ان شاء الله تكسر الدنيا، ويبقى احسن صفقه مهاجم فلسطيني دخل الدوري المصري ان شاء الله، بعيد عن السامعين. ده اول خبر عندنا. تاني خبر عندنا الزمالك يرفض الاستسلام في صفقه حامد حمدان. لسه يا زملكاويه يا اخواتي، الزمالك ما رماش الفوطه، لسه صفقه حامد حمدان اتحدد لها جلسه مع اداره بتروجيت يوم الاربعاء ان شاء الله نقدر نحسم الصفقه. واداره بتروجيت اللي متعنته، اللي مش عارف ليه ماسكه في ام اللاعب كده، وراضيه تسيبه نادي الزمالك رغم ان هي قبل كده سابت احمد رضا للاهلي في 5 دقائق. معرفش ايه الغيه وايه الغرض وايه الان ان انا ارفض بيع لاعب زي ده لو قعد معايا لاخر الموسم هيمشي ببلاش، وارفض مبلغ كبير زي ده في نادي اصلا كل همه المفروض ان هو الاستثمار، ما بينافسش على حاجه، بيجهز لاعب وبيبيعه. ما نشوف القصه دي هترسى على ايه، بس ان شاء الله حميد حمدان زملكاوي. الخبر اللي جاي بقى يقلق شويه. محمد السيد اللاعب الموهبه الشابه اللي هو مستقبل مصر في نص الملعب، راجل بيلعب 6 و8 و10، لاعب موهبه كبيره قوي قوي قوي، لسه ما جددش، ولسه لو فضل على كده اخر الموسم ونيمنا هيمشي اخر الموسم ببلاش. ولو مشي ببلاش طبعا والراجل بيحاول ينيمنا، طبعا احنا عارفين مصيره فين ورايح فين وجاي منين. الخبر اللي بعد كده فيريرا يستقر على ملامح تشكيل نادي الزمالك اللي هيبدا بيها الدوري. عندنا ماتش صعب، اول ماتش في الدوري يوم الجمعه ان شاء الله مع سيراميكا كليوباترا، فرقه بلغه الكره كده غلسه، فرقه قويه عندها سكواد قوي جدا مدعمه، فرقه معاها مدرب محترم. فان شاء الله لو الزمالك يقدر يكسب الماتش ده كده ويعدي اول 3 نقط مع فرقه قويه زي دي، يبقى دافع عن نادي الزمالك، ويبقى المدرب كمان خلاص حط ايده على التشكيل بنسبه 99%. في بقى محاولات من جون ادوارد لضم لاعب اجنبي تحت السن. اللاعب بقى الاجنبي ده مش شرط يبقى اوروبي، ممكن يبقى افريقي، ممكن يبقى اسيوي، ممكن يبقى اوروبي، ممكن يبقى من امريكا الجنوبيه، من امريكا الشماليه، ايا كان. الراجل بيدور على لاعب يكون بيلعب دولي مع منتخب شباب، يكون تحت السن ويكون لاعب يعني لعب كتير مع المنتخب بتاعه دوت. ده هو كل اللي هو المعطيات اللي هو حاططها، هو بيدور في الاطار دوت على لاعب بالمواصفات دي عشان برضك يجيب لاعب دولي. طبعا بتفرق غير لما يكون ما لعبش دولي كتير او يكون بيقعد احتياطي، لا عايز يجيب لاعب اساسي في المركز بتاعه في خط الهجوم، سواء بقى جناح او مهاجم، هو خصوصا عايز يجيب حد بيلعب الاثنين.